بسم الله. هاي ودا الدار راني ندخل ديريكت. السلام عليكم، شحالك؟ عيدك مبروك. الله يبارك لك، ربي يبارك لك ان شاء الله يعيش. الحمد لله. سي محمد عيدك مبروك. سي محمد الغول، احلى ناس خويا. اللوجو هذا يتبدل يظهر لي. تبدل الاذاعه التونسيه كل بدلت. يعطيك الصحه، عندي معها ذكريات جميله هذه، الاذاعه الوطنيه وتونس الثقافيه والوطنيه وما شاء الله. عالم تونس وفلسطين، عالم تونس فلسطين ان شاء الله ربي ينصرهم يا ربي. هاي ناخذ بلاصتي منني. به يلا على بركه الله. طبول الفرح هذاك مسموع في الصخيره. طبعا تعدوا معاه برشا فنانين من الصخيره، برشا خرجوا من اذاعه تطاوين. ناجح جاكم هنا، ناجح عزي خلفه صديقي جاري، برشا خرجوا من تطاوين اصلا. تعرف رؤوف ماهر؟ رؤوف ماهر جي بدايه اذاعه تطاوين. هو ديما يقولها. الان 7:25 دقيقه ويحل بحدنا ضيف معروف برشا، خاصه للي جون الشباب اللي يتبعوا برشا لي ريزو سوسيو، نعرفوا قداش عندهم المؤثرين وصناع المحتوى، جمهور عريض على صفحات التواصل الاجتماعي. ضيفي تيك توكر، هذه التسميه تيك توكر ولا بلوجر. هذوما الناس اللي بالحق مؤثرين وعندهم جمهورهم اللي يتوجهوا له واللي يحبوه واللي يتبعوه. خليفه حامد يزورنا اليوم في اذاعه تطاوين. خليفه اهلا وسهلا. مع السلامه، تحياتي. سيدي ديما كل عام وانت حي بخير. يحييك الامثال وان شاء الله. يعيشك ربي يبارك لك. عيدك مبارك يا سيدي. الحمد لله. تحياتي كل مستمعين اذاعه تطوين. يعطيك الصحة. قل ايوه اليوم زارتنا البركة، جيت بحدان. نهار عيد وخرج سيبوك العائلة. نهار عيد واحد كي يخرج يبدل الجو، على يبدل الجو كل شيء، فهمت؟ يعيد على العائلة والأحباب والأصحاب، يخرج شوي يسلم عليهم بعد وبعد يفصل هاي قول لي تو اكيد كما قلت ما شاء الله عندك تقريبا 50,000 متابع يعني على التيك توك ما شاء الله، بصفة عامة على السوشيال ميديا، انستغرام تيك توك يعني بمحتوى هادف. محتوى هادف. يعني للاسف احنا في زمن رداء وفي زمن تفاهه. زمن الرداء اكثر متابعه تو. هذاك شو نقول لك. فيكون عندك محتوى هادف وتكون انسان حامل لرساله وعندك ميساج تحب توصله للمتابعين، مش سهل انك تفك بلاصه في الهلمه اللي نحكيو عليها والرداء والتفاهه الكبير. اكيد هو الحمد لله الواحد جي يفدلك حصل قبل المحتوى، قبل القفه القبسيه. كل مره نزور ولايه ونصور فيديو العادات والتقاليد تمتاز بها الولايات هذيك. يعني الجذور يعطيك الصحه. واحنا اليوم في عيد الاستقلال. تونس كل تركينا فيها تعز علينا وكل تركينا فيها عندها خصوصيه. نحبوا نخرجوا بلادنا في صوره مزيانه. صحيت بالضبط. وراه من ابسط الاشياء لو تجي تعمل تليفون كيت عادي بسيط بديت، يعني ما ثمش التليفون هذا، بديت تليفون عادي وكيت بسيط قصيته. صحيت بالضبط. وبعت لك كل مره نزور ولايه نصورك العادات والتقاليد شنو هي الحاجات المعروف بها الولايه هذيك، وبعت لك جت القفه القبسيه. هبطت شلتونس هذه هزيت قضيه لشكون؟ في قفه قبسيه. في قفه قبسيه. فضلت لي هيك القفه، قلت خلينا نعمل بها محتوى هيك في السونتر فيل. لقيت امراه كبيره ديما نعاودها هذه في الاذاعات كنا نعاود فيها الفازه. لقيت امراه كبيره قلت لها حاجه تنجم تعطينا فكره هيك على الجنوب وقابس قالت لي الجنوب اهد الجود والكرم وقابس الحنه والرمان واللاقمي والدنيا. ومن وقتها وعطتك القفه القبسيه. من وقتها ضرب الفيديو اختي وطلع ولت نسبه المشاهده كبيره. ولات العباد تبعت لي في كومنتات على السوسه على المهديه يستدعوا فيك، يستدعوا فيك تعرف بالبلاد وبالمنطقه. صحيح. ووقتها اختي السوق جاره تحرق المره الثانيه. صارت حريقه فيه المره الاولى وبعد المره الثانيه. قلنا علاش ما ندعموش معناها السياحه الداخليه نتاع قابس والجنوب بصفه عامه. القفه القبسيه معروف بها يعني. القفه القبسيه راهي بخلاف كونها رمز راهي هي تراث صحيح. ولكن كبيرة حتى كتهزها في وسط السوق مهرة. صحيح. انا شلون نحبها القفه ونستعملها. تنجم تكتب فيها اسمك، اسم العائله، اسم كذا، ترسم فيها حاجه. هي جميله جدا. والى جانب ذلك كونها صديقه للبيئه. صحيح. في حرب اليوم ضد البلاستيك العالم الكل. صحيح. جميله جدا القفه نتاعنا، اذا نحافظوا عليها ونعطيوها حقها كما يلزم ان شاء الله. ونمشي نصور في كل ولايه. العباد تبعت المساجات تعالى وكذا وما شاء الله نجيبك الكفوف والناس تقعد تستنى ونعطي. والحمد لله تعرفنا في تونس كامله وخارج تونس والناس تشكر فيا من ليبيا من المغرب للجزائر للجاليه. ان شاء الله ربي يسهل تو نسوقوا خارج تونس. تعرفنا في تونس وزرنا وزرنا ال 24 المحطات الجايه. شنو مبرمج شنو زرنا ال 24 ولايه والحمد لله. حتى كي زرتهم ال 24 ما كملتهمش الكل، لانه في كل ولايه
قديش من معتمديه صحيح. وقديش من حومه وقديش من والله منطقه والله راهي والله تحتاجها. المساجات البارح برك ثم شكون اللي يكلم ابعث لي قفه ابعث لي كذا، علاش لا نعاود نرجع شو المشكله؟ ثم حتى مشكله على خاطر الوجهات الاخرى ما شكلهاش لانه فما الارياف زادوا وقت المعتمديات محلاهم بلادنا. مم. وعندي محتوى اخر مع القفه، ندخل لك كل ولايه ندخل بالقفه نطيبوا حاجه معروفه للبلاد هذيك، كوجينه تونسيه. عندي قفه مكتوب فيها كوجينه تونسيه، جميل. نجم نتعاون معنا القفه هذيك. معنى دخولك للمنصات هذه وللعالم الافتراضي والجمهور العريض ما خوفكش شويه، خاصه مع انه العدد كل مره يزيد، معناها فما مسؤوليه اليوم انت مطالب بها، وفما معناها سفير تونس تنجم تكون خارج تونس، وعندنا برشا معناها اسماء ناجحه في الاطار هذا. اول حاجه نشكر العباد الكل تتبع فيه، وثاني حاجه محبه الناس صعيبه. كنز محبه الناس. محبة الناس مسؤولية. يعرضك شكون يصور معاك ومحليك ومحلى المحتوى متاعك، قاعدين نشوف فيه كما قلت انت وتتو نشوفوا في حاجات معناها الرداء يعرضك حد يصور معاك يقول لك المحتوى اللي تقدم فيه ما شاء الله ونورت تونس وكذا والتراث والدنيا محلاها برجولية محلاها، وزيد تخليك تخدم أكثر وتتشجع أكثر. ثم في الكواليس برشا حاجات ما يشوفهاش المتفرج، التعب، التنقل من ولايه لولايه، المونتاج، كيفاش تحاول تخرج احلى ما فما في الخرج نتاعك. مش سهل، هو تنزل جورني كامله في سيكونس مش سهله. هو المونتاج عاوني كما كان يعمل صحافه تقني صوتي، ومعايا ساعات صديقي مرتضى الفتيتي، نوجه له تحيه. مرتضى مش الفتيتي عاد كفنان، مرتضى صديقي رزق الله من قابسي معايا في المونتاج. هذيك هي الحاجه اللي تعاوننا، وان شاء الله من احسن الى احسن. ان شاء الله جاي خير ان شاء الله. كيفاش لقيت تطاوين عاد اليوم؟ قول لي كيفاش. والله محلاه كانت شفتك بكري هبطت قلت قايله يا ودي راهي قايله ما نخرجوش في تطاوين عادي بس نتضايق، اما توا حفله كالم العشيه المغرب العشيه حفله والبلاد نظيفه اكيد. صدقني بلادنا محلاه والله نظيفه محلاه شكلا ومضمون. واسمعني، وثم عباد من الشمال خويا نحبهم، تعالوا زوروا الجنوب، تعالوا راهي ثم حاجات محلاه كبرى يا خليفه، رانا يلزمنا نعرفوا بعضنا ويلزمنا نزوروا بعضنا. ثم عباد من